أعلن المفتي أن يوم غد هو أول أيام يوم العيد. باش يجي اليوم اللي نقراه ونسمعوا فيه الخبر هذا، وقتها قدش من واحد منا باش يتحسر على صلاة الجماعة، وقدش من واحد منا باش يندم على تضييع ليلة القدر وتقصيره في صلاة التراويح، وقدش من واحد منا باش يندم على انه ما ختمش القرآن، وقدش من واحد منا باش يقولوا في رمضان ما عملت فيه حتى شيء. ولكن ما زال عنا الوقت والفرصة، ما زال عنا العشر الأواخر من رمضان اللي هي أفضل ليالي العام، بل هي سر الشهر. كيفاش كان سيدنا عليه الصلاة والسلام يقضي الليالي هذه؟ تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، أي أنه كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. وقالت أم سلمة: لم يكن صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان 10 أيام يدع أحدا يطيق القيام إلا أقامه. يعني العائلة كلها تستنفر لقيام الليل والتهجد. ونصيحة خاصة لأمهاتنا والأخواتنا: إذا كان عندك تبش العيد باش تشري ولا حلو العيد باش تحضره، اجتهد من الآن باش تفرغ روحك لطاعة الله في العشر الأواخر. أيها الأحباب، اعلموا أنه في كل ليلة من ليالي رمضان فما عتقاء يعتقهم رب العالمين من النار، يعني يحررهم ولا يدخلون النار بالكلية. فهل كتبنا من العتقاء في الليالي الماضية أم لا زلنا على قائمة الانتظار؟ ولا ننسى أن نذكر بعضنا أنه في الليالي هذه هناك مفاجأة وهدية عظيمة من رب العالمين، وهي ليلة القدر، ليلة تقدر ب1000 شهر، معناها 84 سنة عبادة. يعني إذا اجتهدت فيها وأطعت الله عز وجل وتلوت القرآن وقمت الليل كتبت لك كأنك اجتهدت في 84 سنة. فيا أيها الراقد كم ترقد، قم يا حبيبا قد دنا الموعد، وخذ من الليل وساعاته حظا إذا هجع الرقد. والسلام عليكم.